ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى للبنات اللي لسه مبتدئين، اللي مش اللي لسه مبتدئين ان هم يدخلوا المطبخ، والعرايس ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا في ايام عيد وايام مفترجه، والافراح بتبقى كتير في العيد، فاحنا هنعمل ايه؟ طبعا كل العرايس بيبقى ثلاجاتهم مليانه ايه؟ بالبط والفراخ والحمام والحاجات الحلوه دي. فانا هعرفك النهارده يا ست البنات ازاي تعملي البط بطريقه سهله وبسيطه ومش متعبه خالص، مش تاخد منك وقت خالص. قربي كده بصوا البطه ميتها عامله ازاي. ليه؟ لان انا نقعتها من بالليل، البطايه الحلوه دي نقعها من بالليل في قلب محلول النقع، اللي هو عباره عن ايه؟ ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه ملح، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه ليمون، عودين قرفه خشب، ورقتين لورا. تنقعي الكلام الجميل ده بعد ما تغسلي البطايه طبعا كويس، تغسليها كويس، تقومي جايه نقعها في محلول النقع ده، ومغطيها بستريتش او باي غطا، ومدخلاها التلاجه بقت ليله كامله. تصبحي الصبح تلاقي محلول النقع ده شد منها كل الزفاره وشد منها كل الدم، وتغسليها بعديها بقى بحبه دقيق بالليمون كده، تخلي ميتها زي ما انت شايفه زي الفل، القشطه بيضه كده. وهنقوم جايين عاملين ايه اهي، ونسمي الله. عندنا حله على البوتاجاز ماشي، انا مولعه عليها النار زي الفل بيضه، بسم الله ما شاء الله. شايفين الصوت ده؟ انا بديها صدمه، انا بديها صدمه الكبده والقنطه. هتبقى بقى بتتغطيها قد ايه في الايه؟ هتبقى بقى انا بديها صدمه كده اهي. زي ما انتوا شايفين كده، مش هحط معايا اي حاجه دلوقتي خالص، انا هديها صدمه واديها تشويحه كده. حطيها على حله سخنه كده زي ما انتوا شايفين كده، تنوت الصوت. ميه في الكاتل مغليه، بعد ما تغلي الميه، بعد ما تتشوح البطاطا وتاخد اللون الجميل كده من كل الجوانب، هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها طماطمتين زي ما انتوا مقطعين رباح كده زي ما انتوا شايفين، بصلتين، ورقتين لورا، حبهان. عندك مستكه حطي، ما عندكيش ما توقفيش الدنيا على حاجه. والتمليح والملح ده اخر حاجه خالص في اللحوم والفراخ يعني خلاص هنطفي عليها بقى خالص قبلها ب 10 دقايق، نقوم جايين مملحين التمليحه بتاعتها التانيه. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هغطي عليه واسيبها لما تاخد اللون من تحت، وهقلبها على الناحيه التانيه. ايه قلبي اتشوحت خالص اهي، خدت اللون اهي ماشي. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ انا هنزل بقى دلوقتي بالطماطم كده كده زي ما انتوا شايفين، والبصل واللوري والحبهان. هنزل عليها بقى بايه؟ الميه المغليه، مع مغليه من الكاتل اهي. طبعا البنات بقى اللي ايه، خلصنا دراسه خلصنا امتحانات، طبعا اكيد البنات الحلوين اللي زي العسل كده يحبوا يدخلوا ساعه مامتهم في المطبخ تقول لها خرجي بطايه، ما تقولهاش ما بعرفش اعملها، تيجي تلاقيها مجهزه الاكل ومجهزه كل حاجه، طريقه سهله خالص. اهم حاجه في البط غسيل البط، يعني تغسليها كويس اهم حاجه. اهو هسيبها تغلي بقى كده، وكل ما هتغلي وتنقص تقل من الميه هزودها ميه سخنه بتغلي، مش ميه بارده، ميه بتغلي. وفي النهايه خالص اضيف لها الملح قبلها ب 10 دقايق، واوريكم برده ومتابعين مع بعض. القلب خلاص دخلت في سوا، ملحها التمليحه التمام بتاعتها بقى زي ما انتم شايفين، كل الملح بقى، لان خلاص كده ايه، هتقلب بس قلبتين كده وخلاص، شكرا على كده. هدهنها بالصلصه واوريكم برده انا بدهنها ازاي. حبايب قلب خرجت البطايه العسل دي من الشوربه بتاعتنا، استوت خالص اهي وملحتها معاكم. معايا بقى هنا كده ايه، معايا صلصه، ذره ملح، ذره سكر، ذره فلفل اسمر، معلقتين زيت، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بدهن البطايه القمر بتاعتنا دي، الشوايه تحت مولعه كده درجه حراره 180 ماشي. ندهن العسل البطايه دي، انا مش عايزه اي حد يا بنات ومامته تقول لها خشي اعملي حاجه في المطبخ، ولا طلعي حاجه، ولا تطبخي حاجه تقول لها ما بعرفش. عيب علينا، عيب لما ماما تقول لنا اعملوا حاجه نقول لها ما بنعرفش. عايزاكم تعرفوا تعملوا كل حاجه اهو، طريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي صعوبه اهو. ولا هنطرطش بقى على نفسنا في الزيت ونحمر في الزيت ونزيت نفسنا ونخاف من التطريش بتاع الزيت، مفيش الكلام ده خالص. دهناها زي ما انتم شايفين كده اهو، الله اكبر كلها. بحبكم في الله يا حبايب قلبي، شاطرين بقى، نقدر نعمل كل حاجه بنفسنا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الفرن وندخلها على طول. ودلوقتي يا حبايب قلبي خلصنا البطايه الجميله بتاعتنا. تعالي كده قرب وريهم الجمال كده،
طريقة سهلة بقى، جالك ضيوف بقى ما تحتاريش، انت خش على قناة وانت تلاقي كل جديد وكل حاجات بسيطة، كلها سهلة وبسيطة. وهرش عليها كده حبة ملح كده، رغم ان انا مطعماها بس انا ولادي بيحبوا ياكلوها ايه، مملحة كده جميلة كده. حبة شوربة بقى يستاهلوا بقكم. لازم يتعمل عليهم حبة ملوخية، ما تفوتهمش، انا تعمل عليهم حبة ملوخية. حبة فلفل اسمر كده. خلاص شكرا. كان عندي محشي اهو قدمناه، وهناكل بألف هنا وشفا. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ لو وصلتوا معايا يا حبايب قلبي لغاية الآخر كده، متنسوش بقى تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا له لايك واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يبارك لي فيكم. اشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.